السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عاملين ايه حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده يا حبايب قلبي كده ان شاء الله جايلكم كده بأكلة من الآخر. أكلة سهلة وبسيطة وسريعة بجد والله يعني. بأقل وقت ممكن تعمليها. لو انتي طبعا يعني مستعجلة او متأخرة في عمايل الاكل، في ثانية والله في 10 دقايق ما تكوني عاملة الاكلة دي. حبايب قلبي، قبل اي حاجة يا ريت فضلا وليس امرا، لو اول مرة تشوف القناة بتاعتي يا ريت ما تنسونيش بدعوة حلوة كده من قلبكم وتشتركوا لي في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله باذن الله يوصلكم مني كل جديد. وربنا يا رب يجعلكم كده سبب في الرزق بتاعي ان شاء الله. بحبكم في الله يا حبايب قلبي، وبحب اشكر كل اخ وكل اخت دخلوا جديد معايا في القناه واشتركولي وجبروا بخاطري. وبحب برضك اشكر حبايب قلبي برضك اللي معايا في القناه من اول ما فتحت. ربنا يا رب يديمكم في حياتي نعمه باذن الله يا حبايب قلبي، ويجعلنا دايما كده مع بعض دايما صلي على وربنا محمد. يا رب يبارك لي فيكم يا رب. ان شاء الله باذن الله بقى كده ايه النهارده. والله انا اول مره في حياتي اجرب يعني الاكله اللي انا هعملها دي. بصوا انا يلا الحمد لله. جبت المكرونه يا ولاد اللي هي السوسته دي، عارفينها؟ بجد والله اول مره بجد كنت اعملها، وكنت خايفه اصلا ان انا بعملها لاني سمعت كتير ان هي بتعجن وكده. بس انا قلت ايه، لازم اجرب. انا كان بصراحه كان عندي كيس، قلت ايه كده اما نجرب كده واشوفها ايه يعني عامله ازاي. بس بصراحه والله لقيت طعمها فعلا خيال. خليكم معايا لاخر الفيديو وشوفوا الطريقة وشوفوها كده وانا بسويها. هتعجبكم والله العظيم. ولو انت خايفة تجربيها جربيها وما تقلقيش. بس هقولك بردك على سر كده في الاخر. تخليها معاكي ما تعجنش ولا اي حاجة خالص. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دي اول مرة بصراحة بجد اعملها، طلعت تحفة وخيال بمعنى الكلمة والله. تعالوا نطبخها سوا كده بقى ونرغي شوية كده من القلب للقلب. احلى حاجة يا ولاد والله في الاكل اننا نعمله فعلا بحب. ممكن وانت شغالة كده يعني تصلي على النبي وتصلي على الرسول كتير. هتلاقي والله العظيم بجد اليوم بتاعك بيطلع جميل وكل حاجة بتعملها بيطلع فيها بركة. و... وطبعا ألا بذكر الله فعلا تطمئن القلوب بجد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عارفين يا جماعة والله ساعات كده أبسط الأكلات لما بتتعمل يعني بنفس حلوة كده وحب بتبقى أحسن من أكلات المطاعم بكتير. وكل يوم طبعا والله بنكتشف ان البركة دي مش فلوس بس، لا والله البركة دي لما ورضا ونفس طيبة. حتى لو يعني تعبانة، مجرد اننا نعمل اكلة حلوة كده لولادنا ونشوفهم مبسوطين، دي لوحدها نعمة كبيرة من عند ربنا. لا حول ولا قوة الا بالله. انت بتحبوا بقى كده تجربوا الاكلات كده زيي ولا بتخافوا؟ انا بصراحة كنت خايفة والله فعلا من المكرونة السوسته دي، بس طلعت والله طعمها جميل. و... وبصراحة كلهم امبارح بقوا عمالين يقولوا لبعض ايه تدوها كام كام من كام. اللي يقول 10 من 10 واللي يقول 8 من 10. يعني الحمد لله برضه اتجاوبوا بخاطري والله. بس طلعت والله بجد طعمها جميل وخلاني احس ان الواحد فعلا بجد لازم يجرب وما يخافش. هنا بقى طبعا ايه يعني بصراحة احترت برضك اعمل جنبها ايه، قلت اسلق جنبها مكرونة. قصدي اسلق جنب المكرونة بيض مسلوق. فقالوا لي لا، لاني بصراحه يعني ايه بياكلوا بيض مسلوق كتير وكده. فانا قلت لهم خلاص نعمل جنبها ايه كبد وقوانص. انا كنت عامله برضك كبد وقوانص قريب وكنت مصوره معاكم برضك، بس متهيألي كنت عاملاها جنب مكرونه اسباجيتي حاجه زي كده. مش فاكره والله بجد. انتوا عارفين والله المكرونه الاسباجيتي دي كانت، بص كنا احنا من عشاق المكرونه بس الاسباجيتي، بس والله بقالنا فتره كل لما نعملها كده نحس ان هي مش عارفه تقيله. يعني حتى وانتي بتقلبيها في الصلصة تقيلة. في الأكل تقيلة، يعني ممكن أعمل الكيلو بس ممكن يقعد معايا يومين. الأول كنت بعمل الكيلو ده والله العظيم كان بجد كان بيتنسف. مش عارفة ايه السبب.
مع اني والله بجيب ساعات مكرونه الملكه بصراحه انضف مكرونه، بس مش عارفه يعني ما بتظبطش معايا كده بقالها كذا مره. فاحنا بقى ايه قلنا نجرب المكرونه السوسته دي، جربيها والله العظيم بجد جميله وخفيفه والله كده. الواحد امبارح بقى ياكلها يحس ان هي خفيفه كده، حتى خفيفه على المعلقه كده. امال بقى على القلب بقى عامله ازاي؟ هنا بقى زي ما انتم شايفين كده ايه عملت الطماطم. طبعا أنا عندي الطماطم في الفريزر، ايه يعني ببقى كل سوق كده مثلا اجيب 5 كيلو طماطم، انقي منها اللي هي الجامدة اسيبها في التلاجة، والطريقة ايه احطها في الفريزر. بتنفع والله العظيم. وبعدين الطماطم غالية اليومين دول والله، بس هنعمل ايه؟ زي ما الدنيا ماشيانا ادينا ماشيين معاها وخلاص. ربنا يا رب يسترها معانا، ويا رب يسترنا كده ما يفضحناش ويعزنا وما يذلناش كلنا يا رب. قولوا امين. يا رب يعزنا وما يذلناش لاي حد ابدا الا ليه هو بس. هنا بقى يا حبايب قلبي ايه، هنا بقى طبعا بحب احط على الصلصة شوية توابل. صل على اللهم محمد. صل وسلم على سيدنا محمد. شوية كمون صغيرين، طبعا الملح. ولو مادام انا حاطة الصلصة اللي هي الصلصة العلب دي، انا مادام حاطة صلصة بحب احط ايه يعني ربع معلقة، انا اسفة يا ولاد ربع معلقة سكر كده، عشان طبعا ايه الصلصة دي بتحس ان هي بتعمل حرقان كده على الصدر او حموضة كده. فانا بحب احط ربع معلقة سكر كده في الصلصة. وهنا بقى طبعا ايه انا كنت جايبة ب100 جنيه كبد وقوانص، فانا قلت احمر جنبه بردك شوية بطاطس كده، عشان ايه يعني عشان تطلع معانا ايه يعني يعني العيال يقوموا شبعانين كده يعني. هنا بقى طبعا ايه بسلق المكرونه اهو. بقى جينا بقى الوقت اللي انا كنت فعلا خايفه فيه، بس الحمد لله يعني ايه عدت على خير، والحمد لله المكرونه طلعت مظبوطه. السر بقى يا حبايب قلبي ان شاء الله تحط شويه زيت صغيرين كده مع المكرونه، ماشي. و... وما تسويش المكرونه دي قوي، يعني تسويها نص سوا بس. شفت كده المكرونه القلم لما بتيجي تسويها وانت بتعملي المكرونه بتاع اللي هي المكرونه البشاميل، ما تسويش المكرونه دي قوي بقى، يعني هي نص سوا كده وتقومي مطلعوها، ماشي. وبعد كده بقى ايه تقومي حطها في الصلصه بقى، وكلي بقى احلى شويه مكرونه. بصي عن تجربه بقى، يعني انا بصراحه جربتها جميله. هنا بقى كانت الصلصه كده تمام ومظبوطه. بصي بقى انا اصلا بحب ان انا اول ما بسلق المكرونه بحب انزلها في الصلصه على طول. بس بقى للاسف يعني انا جوزي رنيت عليه انت فين، قال لي خلاص انا راكب وجاي، ماشي. كان راجع يعني من الشغل. ربنا يا رب يديه الصحة يا رب، ويرزقه برزقنا ويرزق أزواجكم كلهم يا رب برزق حلال يتعجب له أهل السماوات والأرض. فأنا بقى ايه المفروض ان انا اسقط المكرونة أول ما انزلها من المية، بس هو اتأخر شوية. فأنا كنت صفيت المكرونة وسبتها شوية، بقى كده قمت ايه منزلها في الصلصة لما لقيته بقى جه. بس برضك والله حلوة مفلفلة وجميلة برضه زي ما انتوا شايفين. بصوا الجمال، ملهاش حل والله بجد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنا بقى يا حبايب قلبي بقى ايه هغطيها واسيبها بس ايه تسخن بس شوية. يعني حاولي ما تسيبهاش في الصلصة كتير بردك عشان ايه ما تعجنش، ماشي. يعني تسخن كده، وطبعا ادفع عليها بقى وغريفي وكلي احلى شوية مكرونة بقى. تغيير بصراحة يعني جميلة بجد. بصوا الجمال يا ولاد، طعمها خطير وشكلها جميل. اللي تخافي منه ما يجيش احسن منه، صح ولا لأ؟ هنا بقى ايه طبعا كنت طفيت على دي من بدري، فانا كده بسخنها، ماشي. هسخنها بقى واغرفها كده في الاطباق زي ما انتم شايفين كده. هنغرف بقى يا حبايب قلبي الاكل دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين كده. اتفضلوا معانا يا حبايب قلبي، بألف هنا وشفا على قلبكم وعلى قلبنا. بصراحة احنا بنحب الكبد والقوانص يعني، وانا بعملها بطريقتين، بعملها كده بالبصل على طول، وساعات ممكن اسلقها نص سلقة بردك. بس انا بصراحة يعني الطريقة دي هي اللي حلوة يعني بصراحة جميلة. الطبق اللي ورا ده بقى كان فيه ايه حتتين فراخ كده من امبارح، قلت اسخنهم جنب الاكل يعني.
بصوا بقى اللسعة اللي بتبقى في الصينية دي، بصوا والله بتودي الكبدة دي بصوا في حتة تانية. هنا بقى كده فاضل المكرونة. هي الأكلة دي بصراحة كان ناقصها والله العظيم بجد ايه، حاجة واحدة بس. اكتبولي في التعليقات كان ناقصها ايه، لما تشوفوا كده الأكل وهو متقدم كده على الرخامة قولولي كان ناقصها ايه. هستنى ايه رأيكم في التعليقات. ماشي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وبكده يا حبايب قلبي يكون كده اكلتنا خلصت. يا رب تكون الوصفة عجبتكم واستفدتوا كده ولو بحاجة بسيطة. ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتدعولي كده ربنا يرزقنا جميعا راحة البال والبركة في البيوت يا رب العالمين. ولو الفيديو عجبكم اكتبولي رأيكم وحابين تشوفوا اكل ايه بعد كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصراحة ريحة الاكل والله جميل بجد. وفي آخر الفيديو يا حبايب قلبي، اللهم في هذا اليوم ارزقنا راحة البال تمس قلوبنا وفرحة تمحو تعب الأيام وطمأنينة تجعلنا نحمدك دائما وأبدا. اللهم افتح لنا أبواب الخير والرزق والسعادة من حيث لا نحتسب، وبارك لنا في أهلنا وأولادنا وبيوتنا، وابعد عنا كل ضيق يا رب العالمين وهم وحزن يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر خواطرنا جبرا يليق بكرمك واشف كل مريض يتألم ولا صل على يعلم بحاله محمد. إلا أنت. اللهم اجبر خواطرنا جبرا يليق بكرمك واشف كل مريض يتألم ولا يعلم بحاله إلا أنت. وارزق كل مهموم فرجا قريبا وكل حزين سعادة تملأ قلبه يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من كل تعب راحة ومن كل دعوة استجابة ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا قوة الصبر والرضا دائما يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.